صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة وصفتنا سهلة ولذيذة وسريعة كمان، مش بتاخد وقت، وكل واحد بيعملها، بس كل واحد بيعملها بطريقته. بس انا ليا طريقتي الخاصة فيها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا نص كيلو فول مدشوش. غسلته كويس، مش بننقعه، بنغسله على طول ونحطه في الحلة. ومعايا مكعب مرقة وبصل وتوم، هحطهم على الفول وهحطهم على النار. بضيف عليه مية مغلية، بغطيه كده بالمية المغلية واسيبه يغلي، ولو احتاج مية تاني بنحط برضو، بنزود مية مغلية لحد ما الفول يستوي معايا. وهنا الفول استوى معايا بقى بالطريقة دي. وكنت بضيف له مية مغلية، كل ما يحتاج اضيف له مية مغلية عشان تسرع في عملية السوى. هجيب ربطة كزبرة اغسلها كويس واقطعها واحطها و10 دقايق او ربع ساعة وهطفي عليها، وانا بحطها في الاخر عشان الفول ما يغمقش معايا. وبعد كده هصفيه او هضربه في الخلاط. انا هنا استنيت لما الفول برد وضربته في الخلاط بالطريقة دي. ولو مستعجلين وعندكم هاند بلندر ممكن تضربوه بالهاند بلندر على طول. عندي كمية التوم دي انا عاملة كمية كتيرة، هعمل منها الطشة، مش هحطها كلها، هخلي منها جزء عشان احطه على الطبق من فوق. عندي سمسم وكزبرة ناشفة وملح وشطة. حطيتهم على التوم وهقلبهم لحد ما ياخدوا لون حلو كده ذهبي، ونطش بيهم البصارة. بعد ما التومة خدت اللون الذهبي الحلو ده هنزل على البصارة كده بيها، بس مش هحطها كلها، انا هحط الزيت اللي فيها كله وشوية منها، والباقي هخليها زين بيه اطباق البصارة، وهسيبها تغلي غلوتين ونظبط ملحها. وبعد كده اصبها في الاطباق واحط التوم على الوش كده. في ناس بتحب تحط بصل متحمر، براحتكم. وده طبقنا الجميل بعد ما خلص، وحطيت عليه باقي الطشة اللي هي التوم والسمسم. في ناس طبعا بتحط بصل متقطع شرايح ويحمروه ويحطوه على الوش. حلو برضو، مفيش مشكلة، كل واحد يعمل اللي يريحه. بس دي طريقتي في طبق البصارة، قلت اشارككم معايا. ومعانا طبق اللفت وطبق مخلل فيه لفت اللي احنا عملناه مع بعض، وخيار هنزله لكم ان شاء الله، وبدنجان، وبصل اخضر الراعي الرسمي للبصارة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي.